ومن هذا الماتش النيت ديال مصر خرجت لنا قرباله ديال الحكم اللي غيصفر لنا غدا. في ماتش مصر ضد الارجنتين الحكم كان فرنسي، وناضت عليه ضجه كبيره ديال الصحافه واللعابه ديال الارجنتين اللي اتهموه باللي ظلمهم في التير. النتيجه تكون بالشكل ده في الاخر. الحكم نوفر ريفري نوفر، ظلم مبين وواضح، بيضيع مجهود بلد كامله من اول الماتش. هو جاي علينا، مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0. ارجنتين بطوله موجهه، حسب الله ونعم الوكيل. مبروك كاس العالم للارجنتين، مبروك، مش محتاجين حاجه تاني خلاص. الفيفا باش تخرج من هذا الصداع وتبعد عليها الشبهات ديال الانحياز دارت واحد البلان هربان. حطات في الماتش ديالنا ضد فرنسا طاقم تحكيمي ارجنتيني خالص برئاسه فاكوندو تيلو. هاد الحكم فاكوندو وجهه مبروك علينا، هو النيت اللي حكم لنا الماتش الاسطوري فاش صدمنا البرتغال ودزنا للدومي فينال في 2022. والغريب في الامر ان عمرو حكم لفرنسا في حياته، هذه اول مره في واحد الكلاسيكو في الارجنتين جبد 10 ديال الحمرات في ماتش واحد. Una roja y para Carbonero. A Carbonero y a Villa. Y tarjeta, dice el Y árbitro. amarilla que se tiene que ir. Y bueno, roja para Varela. Roja para Varela, lo perdimos de vista, pero yo lo tengo señalado en el cronómetro. Sí. Está víncula ahí, sí, era obvio. Salió por sorteo que era de víncula porque pasó. Y listo.